اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يوم جديد وفيديو جديد، والنهاردة بقى هنعمل أحلى فتة شاورما. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في التعليقات حط اللايك الحلو من إيديكم الحلوين يا أحلى أخوات في الدنيا. وتعالوا بقى نشوف زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو كده، عملنا أحلى فتة سوري كده في البيت. وعذرا بقى كرم الشام، احنا اقرب منك. هنعمل بقى الفتة السوري بنفس تركات كرم الشام اللي احنا بنجري عليه وولادنا بيجروا عليه ويروحوا بقى يشتروا الفتة بشيء وشويات من المحلات. لا، احنا هنعملها في البيت بكيلو صدور بس. طبعا الكمية على حسب عدد أفراد أسرتك. بصوا وليمة، والله وليمة وحياة ربنا. قعدنا ناكل فيها، نتغدى ونتعشى وليمة. كيلو صدور زي ما انتوا شايفين، حطيته في الفريزر يتجمد شوية، وبعد كده بدأت أقطعه شرايح زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. هننزل بقى بالتتبيلة. أول حاجة معانا علبة زبادي كبيرة، لأن احنا معانا كيلو صدور. هننزل عليها بقى ب7 بهارات: توم باودر، بصل باودر، وطبعا ما ننساش الشطة سبايسي، شوية فلفل اسود، وشوية خل، وشوية زيت كده. وبعد كده بقى ننزل بقى بشوية دبس رمان وصويا صوص. عايزة اقول لكم بقى التتبيلة دي بتخلي فتة الشاورما تحفة خطيرة بجد. سواء هتعمليها بقى فتة، تعمليها في السندوتشات العيش السوري، تعمليها في الفينو، بجد امشي بقى على التتبيلة دي بجد هتطلع احلى شاورما من ايديك الحلوين. هننزل بقى بالفراخ بتاعنا، بالفراخ او الصدور اللي احنا قطعناها شرايح كده زي ما انتوا شفتوا. هنحطها بقى ساعتين كده في التلاجة ونسيبها تشرب من التتبيلة. بقى ما نسيبها في التلاجة، تعالوا بقى نحضر العيش بتاعنا. العيش طبعا اللي بيعملوه في الفتة بيبقى عيش شامي كده. هقطعه، هحمصه بقى على في طاسة، تحطيه في الفرن، في الاير فراير. المهم بصوا هيطلع احلى فتة من ايديكم. هقطعه زي ما انتوا شايفين كده. كنت جايبه ب10 جنيه عيش. هبدأ اقطعه واقوم حاطاه في الاير فراير، رشة زيت واحدة، هيطلع متحمص وخطير. عايزه اقول لكم بقى، بصوا احنا بنشتري الطبق لوحده. عايزه اقول لكم طبق صغير والله بيبقى بالشيء وشويه، واحنا طبعا 5 افراد كنا الاول بنجيبها. فقلت لا، ده انا لازم اخد بقى الطريقه وازاي عملوها. بجد عملتها والله كانت احلى مليون مره كمان من اللي انا بجيبها من بره. جربي كده وانت هتحكمي بنفسك. هنا بقى العيش بتاعي اتحمص اهو زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى احط الجزء التاني برضو ياخد اللون الذهبي كده، ويبقى جاهز معانا احلى عيش. يلا بقى شجعيني باللايك الحلو كده عشان بصوا احلى فتة كده هتعمليها من ايديكي. والله بجد هتبقى احلى من بره بكتير. حاجة نظيفة وطبعا رخيصة. كيلو الصدور دلوقتي ب200 جنيه. هتجيبي كيلو بقى، هتجيبي نص على حسب زي ما قلت لكم عدد الافراد. طبعا لو هتجيبي كيلو زيي، عايزه اقول لكم بقى بالزبادي بالتوميه اللي انا عملتها. وطبعا انا عملت بديل التوميه، انا بحب اعمل الصوص ده بيبقى خطير قوي. دي حاجه اسمها بديل التوميه، بتبقى سهله جدا بستسهلها بعملها على طول. والعلبتين الزبادي، لان انا استخدمت علبتين زبادي. عايزه اقول لكم اهو المايونيز اهو. هنبدا نعمل الصوص التوميه ده بديل الصوص التوميه. هنعمله في البيت. هنعمله بقى بايه؟ بالمايونيز والزبادي، ونحط عليهم بقى فص توم وبص سنه بسيطه من الملح وحبه خل صغيرين. بتطلع بصوا زي طعم التوميه بالظبط. دي اسهل حاجه تعمليها، بديل التوميه بستسهلها جدا. علبه زبادي كبيره، والمايونيز انا جايبه ب15 جنيه. انا عايزه اقول لكم بس ان الاكله دي كلها كلفت معايا 300 جنيه. 300 جنيه. بصوا عملت السرفيس الكبير اللي احنا شفناه ده، كل واحد خد طبق كبير يتغدى ويتعشى بيه. تخيلي بقى لو انت بنجيبها من بره علبه الطبق الفته صغنن جدا، ما بيكفيش اصلا، وبنجيب 5 بيبقى شيء وشويات، يعني ما بيجيبش ب 300 خالص طبعا خالص. يعني 300 جنيه عملنا بيها وليمة، يعني عزومة بجد. السيرفيس ده عزومة بجد.
تعمليه كده. طبعا انتوا زي ما قلت لكم لو انتوا عدد افراد اسركم صغير هتجيبي النص كيلو هيكلفك 100 جنيه. 100 جنيه حطي عليها 50 جنيه شويه التحابيش التحابيش اللي جنبها هيبقى 150 جنيه. بصوا بقى شوفوا بقى لو هتشتروها من بره بجد اعمليه في البيت انضف واحلى من بره. عشان ما نتوهش من بعض بقى حطيت فص توم زي ما انتوا شفتوا على الصوص ده، حطيت بقى شويه خل شويه ملح صغننين واحلى صوص توميه تعمليه في البيت سهل جدا. دوقيها بقى نفس طعم التوميه بالظبط، مايونيز وزبادي ورشه ملح وشويه خل وفص توم، بجد خطيره. ده بقى اللي هنحطه على الوش الفته بتاعتنا. بصوا شكلها بجد زي التوميه بالظبط ونفس الطعم، انا بحبها جدا كده، بحب اعملها بالطريقه دي. تعالوا بقى هنعمل بقى كده عقبال ما نعمل الفته بتاعتنا وتتبل كده زي ما انتوا شفتوا. عملت صينيه كيكه كده تستاهل بقك، قلنا نفطر بيها عشان ما عملتش فطار، قلت نعمل بقى كوبايه شاي بلبن كده مع صينيه الكيكه دي. عايزه اقول لكم ان هي كانت خطيره. طبعا لو عايزين الطريقه انا بصوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو وقلت بقى النهارده عاملين فته وما نخشش في الكيكه ونلخبط بعضينا، فقلت ايه يعني خليها يوم تاني. لو انتوا حابين طريقه الكيكه ان شاء الله هعملها لكم في فيديو لوحده باذن الله. بصوا بقى هشه وخطيره وطعمها خطير. طبعا سبت الكيكه تبرد وقلبتها بقى في صينيه التقديم كده. بصوا شكلها خطير، احلى بقى فطار كده او عشاء او تاخديها كده للولاد في اللانش بوكس للمدرسه، بجد خطيره هشه وخفيفه كده على الفطار. بص بقى من غير غلبه قلت والله ما انا عامله فطار النهارده هي صينيه الكيكه دي ونقعد نشرب بقى شاي بلبن كده، وبجد كان احلى فطار. هبدا بقى اقطعها عشان اوريكم شكلها من جوه. بصوا هشه وخطيره، بصوا بجد خفيفه جدا وحلوه قوي. يلا بقى جربيها كده للولاد، ولو عايزين الطريقه ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو باذن الله. هنا بقى حضرت الشاي بلبن عشان نفطر بقى كده عقبال ما الفراخ بتاعتنا. انا بحب اسيب الشاورما في التتبيله عشان تشرب من التتبيله اللي احنا عملناها بتبقى خطيره. وهنا بقى الشاي بلبن جاهز والكيكه بتاعتنا جاهزه، هنروح نفطر بقى ونكمل. عاصم كان عايز يخطف حته الكيكه مستعجل. طبعا فطرنا وتعالوا بقى نعمل شويه رز بسمتي كده لزوم الفته بتاعتنا. نزلت بقى بشويه زيت، حطيت ورق لورا ولومي وقرفه، وحطيت بصل مكعبات كده مقطعه كده 4/4 وقرن فلفل حراق ورومي، وننزل بقى بمرقه دجاج. بصوا بقى التوابل دي سيبيها تتشوح كده شويه في الزيت، عايزه اقول لكم بتدي ريحه فظيعه. وطبعا معلقه كركم ومعلقه كاري والملح بتاعي كده تمام قوي. هنشوحهم كده زي ما انتوا شايفين كده في الزيت. عايزه اقول لكم ان ريحتهم اول ما تبدا ريحه التوابل كده تطلع تنزلي بقى بالرز البسمتي بتاعك على التوابل دي بيبقى خطير. اديله بقى تقلبتين كده، شوحيه بقى مع الحاجات الحلوه دي، وبعد كده انزلي بقى بالميه المغليه. بصوا هنا بقى حطيت الميه المغليه بتاعتي. بصوا هنعمل احلى رز. نقلته على العين التانية بقى عشان اعمل الشاورما هنا على العين الكبيره. الميه تغلي واوطي عليها على طول. هنا بقى هنزل بقى بالشاورما كده في الجريل بتاعي في اي طاسه. طبعا مش هنحط اي ماده دهنيه ولا زيت ولا اي حاجه لان احنا كنا حاطين في التتبيله الزيت. بصوا بقى سيبوها كده ما تقلبوهاش غير لما تشرب الميه بتاعتها. عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعتها فظيعه. هنا بقى نسيت احط قرن الفلفل الحراق، كنت قايله لكم عليه بس انا نسيت احطه، حطيته دلوقتي. ده لازم القرن السبايسي ده عشان ايه يشطشط الدنيا. هنا بقى هبدا اقلب الشاورما بتاعتي. عايزه اقول لكم ان الريحه فظيعه فظيعه فظيعه، ريحتها حلوه قوي. هنا بقى الشاورما بتاعتي خلاص دخلت في السوا. هنزل بقى ببصل متقطع كده وشويه فلفل. وطبعا لو مش حابه تحطي عليها بصل ولا فلفل، هم يعني في الفته عموما ما بيحطوش عليها بصل وفلفل، بس انا بصراحه بحبها بالبصل والفلفل، بحس ان هو بيكتر الشاورما بتاعتنا كده وبيديها طعم حلو قوي. الرز بتاعنا قرب يستوي، وطيت عليه زي ما انتم شايفين اهو، خلاص جبته من على النار زي ما انتم شفتوا، وهبدا بقى اغرفه. بعد اغرفي بقى اطباق لوحدها، كل واحد طبق لوحده، تغرفي في سرفيس زي ما تحبي. انا النهارده بقى غرفت كده، قلنا هنعمل ايه، نحط الصينيه دي كده وليمه ونقعد مع بعض ناكل في صينيه واحده كده ونتجمع. هنا هبدا بقى ارص العيش بتاعنا اللي احنا حمصناه، هبدا ارصه كده من على الطروف. بجد والله العظيم يعني من ساعه ما عملتها دي كانت اول مره اعملها لهم كده في البيت، بس بجد والله حبوها جدا وبيطلبوها مني كل فتره، كل شويه عايزين فتة شاورما، عايزين فتة شاورما، بجد خطيره. وهنا خلاص بقى الشاورما بتاعتي استوت زي ما انتم شايفين. هبدا احطها كده في الرز بتاعي، هبدا افضيها كده على الرز. بصوا فظيعه ريحتها والله يا بنات، تحفه تحفه تحفه. هبدا اوسع كده مكان عشان احط فحميه. بصوا الفحميه دي ضروري 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 بجد، بتدي ريحه الفحم كده للرز وللشاورما، بتبقى خطيره. اوعوا تنسوا التركايه دي بجد فظيعه. بصوا هنا بقى
سبتها بقى 10 دقايق عقبال ما الفحم كده يعني يطلع الدخان بتاعه، وبجد بتبقى ريحتها فظيعه. يلا بقى نحط بقى، ننزل كده بصوص التوميه بتاعي. بس حطيته في كيس كده عشان اعرف ايه افضيه على الفته بتاعتنا. هبدا بقى ادي كده الصوص بتاعي كده، صوص التوميه البديل، التوميه نسميها التوميه الكدابه بس والله العظيم خطيره، نفس طعم التوميه بالظبط. بصوا بقى الجمال. طبعا اللي بقى ده سبته على جنب عشان اللي عايز ابقى احط له شويه، يعني اللي يعوز يحط هو كده يزود قدامه. وهنا رشيت شويه بقدونس كده من على الوش، رسوم بقى التزويق والجمال. بجد احلى طبق في الشاورما. بصوا عملت يعني سيرفيس كبير ب 300 جنيه. هنا بقى طبعا فته لازم معاها بيبسي كده حلو يبلع. احلى فته كده فتة كرم الشام. يعني احنا خلاص كده خدنا الوصفه من كرم الشام وبدانا ننفذها في البيت. يلا بقى تشجعي كده واعملي الفته لاولادك، ما تخليهمش يشتروها التاني من بره. يلا بقى شجعيني باللايك الحلو، كومنت القمر من ايديكم الحلوين، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، لاني بحب جدا اعرف انتوا بتتابعوني منين. وقولوا لي بقى ايه رايكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. هتوحشوني يا احلى اخوات في الدنيا.